السلام عليكم ورحمة الله. نكمل ما بدأناه من أساسيات البرمجة، وسنتكلم اليوم عن أمر مهم، ألا وهو الفرق ما بين ال IDE والكود Editor. وهنتكلم كمان عن ثلاث مفاهيم أساسية اللي هي الإديتور، الانتربريتر، والكومبايلر. إيه الفرق ما بينهم وإيه معنى كل كلمة منهم؟ بالنسبة للفرق ما بينهم، الكود إديتور ده أداة لكتابة الكود فقط، خفيفة وسريعة، وهي دي اللي هنبدأ منها. تمام. لكن ال IDE دي بيئة متكاملة ومدفوعة وفيها أدوات للكتابة والتشغيل والتصحيح والتنظيم، وبتبقى تقيلة كبداية عليك، وأصلا فيها أغلب الميزات مدفوعة. ولذلك لازم تبدأ مع الكود اديتور الأول، وبعدين لو حبيت تطور في شغلك أو تطور في الأداء ننتقل للاي دي اي. طيب، بالنسبة للشرح الفرق ما بين الاديتور والكومبايلر والانتربريتر. طيب، أول حاجة هنبدأ بيها الإديتور. بشكل عام هو أي برنامج يسمح لك بكتابة الكود، سواء كان بسيط أو متطور. الانتربريتر ده برنامج بيقرأ الكود سطر بسطر وينفذه في لحظتها. يعني لو عندك كود بايثون، الانتربريتر بيقرأ أول سطر وينفذه ثم الثاني، وهكذا. لو في خطأ الكود هيتوقف في السطر اللي فيه المشكلة. أما بالنسبة للكومبايلر، ده بيشتغل بشكل مختلف. هو بيترجم كل الكود مرة واحدة إلى لغة الآلة، وبعدين يشغله دفعة واحدة. لو في خطأ البرنامج مش هيشتغل، وهيظهر لك كل الأخطاء مرة واحدة. يعني بالمختصر المفيد، الانتربريتر والكومبايلر دول برنامجين بيعملوا نفس الشغل، تمام، بيشتغلوا مع بعض وبيعملوا ترجمة لإيه؟ للتكست اللي انت كتبته او الكود اللي انت كتبته في الاديتور. طيب، هشرح لك المرة الجاية الفرق ما بين الانتربريتر والكومبايلر.